طبعا بنقول ان التجربه احيانا بتبقى صعبه على اي ام لما ابنها يبقى كويس وفجاه يبقى يفقد بعض الكلمات ويفقد بعض الحركات ويتنه دايما بيعمل حركات معينه. بيصنف ده ايه؟ بيصنف التوحد. وطبعا بتبقى صدمه كبيره جدا لان الطفل كان طبيعي، مولود طبيعي. طب ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع الاستاذه الدكتوره اميره صفوت في دراسات الطفوله وصحه الاعاقات، وتتحدث. اهلا بيكي معانا، تتحدثي معانا عن التوحد. اهلا بحضرتك. فقولي لي دكتوره اميره، يعني اولا ازاي الام يعني تلتزم بالصبر وطبعا بهذه التجربه، ولانه صعب جدا على اي ام انها يبقى ابنها كويس او بنتها كويس وفجاه تلاقيه بدا يعني يشدها للاماكن، يفقد الكلمات اللي هو جمعها خلال 3 سنين. فنعمل ايه وازاي الام تستوعب التجربه دي؟ والله الاول احنا لازم الاول تبتدي تشوف المتخصص، يعني نشوف هيبتدي تاخد خدمات ايه طبعا، وان هي يتشخص الطفل وتتاكد ان هو عنده توحد، وبعد كده نبتدي بقى نشتغل على دوت الاول. ممكن يبقى في حاجه في التشخيص يعني شبيهه التوحد؟ طبعا هو يعني ممكن اي طفل بيبقى طبعا في هي الاعاقات في السن الصغير دوت بيبقى في انواع مختلفه. أيوة. بس بتختلف بقى على حسب طبعا التوحد. لو احنا بنتكلم على يعني ازاي نعرف الطفل عنده توحد ولا لا، في 3 حاجات اساسيه لازم تبقى موجوده. لازم ممكن يبقى في 3 حاجات اساسيه دي عشان ننظم الدنيا عشان شويه، نؤكد ان هو بالظبط بيمر بمرض التوحد. بالظبط. عندنا بيبقى عندنا قصور في التواصل الاجتماعي الغير لفظي. يعني ده معناه ان هو مثلا زي ما حضرتك قلتي كده، هو بيفقد مش بيفقد، ده هو بدل ما مثلا بيشاور على حاجه هو عايزها يقوم شاددها للحاجه اللي هو عايزها دي. بدل ما كان بيبص لها وبيعبر بعينه على حاجه، او هو مثلا عايز حاجه ما بقاش بيبص لها يتواصل معاها بصريا. بالظبط. تمام. في اطفال حتى ممكن تبقى عندها تواصل بصري، بس برضو الحته ديت بتبقى ضعيفه شويه. يعني هو مثلا ممكن يبص بعد كده يقوم منزل عينه تاني، او ممكن لما تيجي تبصي له شويه يقوم ودي عينه الناحيه الثانيه. طبعا دي بتختلف على حسب اختلاف الدرجه ديت. اول الدرجات على حسب يعني هو درجات كمان. طبعا. تمام، يعني هو كمان درجات يا جماعه بالنسبه طبعا التوحد. وطبعا يؤسفنا ده، وعايزين نعرف السبب ايه، يعني سببه ايه يا دكتوره اميره؟ لانه الام دايما تسال الطبيب او الطبيبه هو هيخف امتى؟ طب هو المرض ده هيخف؟ فطبعا في امراض طبعا ما بتخفش، زي مثلا الطفل المنغول هو هيتنه كده طول حياته. الطفل المتوحد لكن ممكن نرتقي بسلوكياته. ده هيكون سؤالنا القادم مع الدكتوره اميره. الدكتوره اميره، ليه علاج او العلم اثبت ليه علاج؟ في اطفال طبعا بتاخد ادويه، بس الادويه ديت زي عشان مثلا الطفل مثلا بيتحرك كتير، او بتاخد ادويه عشان التركيز يزيد شويه. بس هل احنا ليه علاج 100% مثبت ان هو صح يعني، او هو دوت اللي هيعالج تماما او هيرجع زي ما كان؟ هيبقى طفل نمو طفل يعني في سنه. لا، ما فيش حاجه مثبته 100%. بس طب هو هيبقى في سن قد ايه؟ يعني مثلا انا هقارنه مثلا باللي زيه في المدرسه، يعني مثلا هيبقى في سنه 6 مثلا، يبقى ذكائه مستواه هيبقى فين؟ هيبقى في سنه ثانيه؟ ما هو لا، على حسب برضو تاني، على حسب الدرجه. في درجات مختلفه، في درجه خفيفه، درجه متوسطه، او درجه شديده. بس بيبقى على حسب. في اطفال كل الاطفال طبعا بتبقى محتاجه على كلام الكتب الطب النفسي بيقول لك لا، هو كل الاطفال هتحتاج مساعده. اللي التعبير السلوكي لو في كل حاجه بالظبط، في كل حاجه، مش بس في السلوكيات، في الاكاديميات، في المدرسه، في ان انا اقعد اخليه يعمل اصحاب، او ان هو يتواصل مع اطفال تانية، في الحاجات حتى بتاعت الحياه عامه، ان هو يلبس، يروح التمرين لوحده، كل الكلام دوت هيحتاج فيه مساعده. بس مساعده مع الام، مساعده يعني مع الام او الام، يعني حد مرافق ليه يكون معاه في كل مراحل يعني حياته اليوميه. مش هيساب لوحده يعني. كمان هيبقى الام عليها انها تستحمل صدمه ان هو مش هيبقى مع اقرانه في نفس مستوى الذكاء او في نفس العام الدراسي بتاعهم. فطبعا ده بالنسبه للام بيبقى صعب جدا لانه هو اتولد عادي. وهل تم اكتشاف نوع المرض ازاي، او يعني بيجي منين يا دكتوره اميره؟ يعني السؤال ما تاني برضو، ما احنا لو عارفين السبب كانوا عرفنا العلاج 100%. بس احنا في حاجه، في عائلات مثلا يبقى اخين توأم وهما الاثنين عندهم توحد، وفي اطفال تانية لا، كل الطفل بيبقى هو بس طفل واحد بس عنده توحد، ما فيش حد تاني مثلا في العيله، حتى في العيله كلها. بس يعني مش وراثي.
كده يعني بنستبعد انه يبقى وراثي. لا هو في نسبه، يعني هو في عائلات بيبقى فيها يعني بره، يعني برضو الحاجات الوراثيه ديت متقدمه شويه، يبقى بره اكتر بيبقوا عارفينها، بس احنا يعني في بره بيقول لك لا الجين دوت مثلا مسؤول عن كذا، بس هنا لا احنا يعني لسه لسه ما وصلناش ده، وبرضو ما فيش حاجه 100% برضو مثبته حتى بره. تمام. بس فما نقدرش نقول. طب احنا دكتوره اميره قالت لنا في الاول انه هو درجات. طب على اي متيقظه ازاي توقف اول مرحله او تقف عند اول مرحله عشان يستجيب لسيشن السلوكيات؟ فازاي دكتوره اميره اول ما الام تكتشف اي سلوك غريب لابنها ازاي تتوقف عند المرحله الاولى مثلا؟ بصي احنا السيناريو الكلاسيكي بتاعنا، او ان احنا مثلا يعني او الام في العادي، او يعني كتير جدا بيجوا لنا بيقولوا لنا ايه، انا ابني كان كويس قوي لغايه ما تم سنه ونص، وبعد كده ابتدى ما بيتكلمش، او ابتدى يقول اول الكلمات بتاعته اللي هي ماما بابا مثلا او كده، وبس ما بس بطل يتكلم. او مثلا ممكن تقولي ايه، ابتدى يعمل حركات بايده مثلا، او ابتدى يبقى بيعيط زياده شويه، او انا مش فاهمه هو بيعمل كده ليه، او مش فاهمه ان هو بالظبط مثلا، او بيبتدي يرتب اللعب بتاعته بطريقه معينه، او بيبقى عايز مثلا يمشي من طريق معين كل مره ومش عايز يغير الطريق دوت. بس فهو بتبتدي في السن الصغير حاجات كده صغيره. طيب. وفي اهالي ما بتبقاش شايفه ده لغايه ما يتم السنتين، بس هو على سن سنتين ويعني برضو خلاص بقى بيبقى يقيني، بيبقى باين، بيبقى يعني بيبقى باين اذا كان يعني غالبا يعني اذا كان فيه ولا لا. وفي اطفال تانية لا بتاخد، يعني الاهل بتاخد وقت شويه لما بس كل ما طبعا لا كل ما كان الاهل عندهم وعي اكتر بالتصرفات بتاعت الطفل، او مثلا لما يبقى الاهل مثلا عندهم طفل في الاول ما عندوش توحد، وبعدين يجي طفل تاني بجد صعب قوي انه يعني ام يبقى عندها طفلين كده، يعني انا اعتقد انه بس ربنا يا رب يجازيها خير اللي بتعمله. طيب احنا عايزين نقول كمان يعني انه قد ايه ثقافه السيشن السلوكي بتاثر جدا في استجابه الطفل ده انه يبقى شبه طبيعي. يعني خلاص الام بقى خدت الصدمه وبقى عندها يقين انها لازم تمشي مشوار السلوكيات او محاضرات السلوكيات عشان تعدل من سلوكه. فكلميني، هل بيفرق مع اللي بياخد محاضرات او بياخد حصص سلوكيات بيختلف عن الطفل اللي ما خدش خالص؟ احنا نتكلم على الجلسه اللي احنا بنتكلم عليها دي مثلا تعديل السلوك. مبدئيا هو التعديل السلوك نفسه ماشي، ما بيبقاش في جلسه لوحدها يعني. أيوة. ماشي، احنا بالاول بنقيم الطفل وبنشوف مهاراته واصله لغايه فين بس، او هو متاخر في ايه، او هو محتاج ايه بس، وبعد كده نحط لها اهداف بس. ومن خلال الجلسه دي لمامته بنحط للطفل نفسه اهداف ان هو يشتغل عليها. مثلا الطفل مثلا ما بيعرفش مثلا يعمل مثلا بازل بشكل معين، او مثلا مش عارف مثلا او تركيزه مثلا قليل شويه وفي العاب معينه عشان تزود التركيز، او مثلا مش عارف يرد على اسئله معينه بس. فنبتدي احنا محتاجين نبتدي نشتغل على ده، فعشان نشتغل على ده بنبتدي نشتغل عليه في جلسات بس. ومن خلال الجلسات دي بنعدل السلوك، عشان في الاغلب ان السلوك دوت جاي بسبب ان هو الطفل نفسه متاخر في حاجه بس. فمثلا انا مثلا لو انا متاخره في حاجه او حاجه صعبه عليا، ببتدي مثلا اتوتر شويه، فابتدي مثلا ممكن اتعصب شويه بس. هو نفس الكلام مع الطفل، بس هو الطفل لما يبقى متاخر او مهاراته اقل من سنه هيبتدي يتعصب شويه زياده، او هيبتدي يعمل سلوك انا يعني غريب شويه، او سلوك مش يعني مفهوم. يرمي البذل بالظبط مثلا، يسيب المكان ويمشي. بالظبط. ده كل السلوكيات دي مضاده فاحنا بنشتغل على المهاره. ومن خلال المهاره ديت اللي احنا بنشتغل عليها بنعدل السلوك. بس في حاجات تانية طبعا بتبقى صعبه شويه ان احنا نعدلها. يعني مثلا بنتكلم مثلا على الرفرفه مثلا، او ان هو يلف حوالين نفسه. بالظبط. بيبقى دي ليها مثلا جلسات مثلا حسيه، يعني اللي هو الوظيفي، او ان احنا بنشتغل على الحاجات الحسيه يعني بتاعت الطفل. يعني مع بعض بتشتغلوا كل واحد في جزئيه. كل واحد بيبقى بيشتغل في الجزئيه بتاعته. يعني كل واحد شايفين الصوره مع حضراتكم اهي، شوفوا شايفين بيمشي ازاي على طراطيف صابعه. شايفين حضراتكم الصوره؟ شفتوا؟ بصي بقى التنطيط ده، يعني اما ده مش لعب ولا انه مهايبر، لا، ولا كل شوكولاته زياده، لا، ده لحقت الام تنتبه ان هذا الطفل بيعمل حركات مرضيه بتؤدي في الاخر ان احنا نوصل للمرض التوحد، مش كده؟
طيب احنا خدنا السيشن الوظيفي والسيشن السلوكي، والطفل ده ممكن ادخله مدارس عاديه يا دكتوره اميره، ولا انه هنستبعده وهنعمل لهم فصول معينه؟ لا، بيبقى على حسب الدرجه. المفروض ان في المدارس المفروض القبول اللي هو بيبقى بيعملوا اختبار اللي هو الدمج بالظبط. بيخش الدمج بالظبط. بيبقى المفروض الدرجه لما بتبقى خفيفه بيبقى الخفيفه دي كام بقى؟ كام في المية؟ قياسا لمستوى الذكاء كام في المية؟ لا، ما هو ما بتبقاش، هو بيبقى قياسا على الاختبار بتاع الكورس بس اللي هو يعني الوزاره قايله عليه دوت بس. فبيبقى هما بيطلعوا الدرجه وبيقول لك مثلا دوت خفيف بس. فممكن الطفل دوت يخش المدرسه، بس بيخش المدرسه بيتواصل، بس طبعا بيبقى محتاج الامتحان بتبقى اسهل شويه، وبيبقى بيبقى الطفل ساعات بيبقى محتاج حد معاه عشان الحاجات الاجتماعيه طبعا. عشان ممكن مثلا يحتاج ان هو مثلا يعمل اصحاب، او ان هو يقدر يتكلم مع الطفل، او ممكن مثلا يبقى حاجه صعبه عليه على السلوك ده. دي طفله بتخبط راسها في الايه في حاجه المطبخ كده، فطبعا السلوك ده طبعا ممكن برضو الام تلاحظ انه ده مش صح. ودوت ممكن يجي مع اطفال نموها بيبقى ده زي اللي هو بنقول عليه التمبر تانترم، او ان انا مثلا خلاص لو ما سن سنتين بيبقى خلاص عندي اللي هي عصبيه شويه زياده بس. يعني ده ما يعنيش ان هو عنده توحد، مش يعني لازم. بس نطمن الامهات، مش اي طفل هيخبط راسه في الحيطه يبقى ايه. لا، مش لازم اي طفل يخبط راسه في الحيطه، ومش لازم اي طفل ما بيتكلمش، ومش لازم اي طفل ما بي يعني الحاجه الواضحه قوي مثلا ممكن اقول لحضرتك الرفرفه مثلا ديت حاجه بتبقى يعني الرفرفه اللي هو يمشي على لا، ان هو بيعمل بايده كده، هو ديت واضحه. ممكن يبقى اطفال بتمشي على طراطيف صوابعها مش توحد، ما عندهاش توحد. لا والله مش لازم. لا، انما الحاجه المميزه ان هو الرفرفه ديت بتبقى يعني في الاغلب بتبقى بيبقى في الاغلب بيبقى طفل عنده توحد، بس بيبقى لازم طبعا معاه حاجات تانية كمان. يعني انا الحاجات الاجتماعيه بالنسبه لي اهم يعني طبعا بكتير من الحاجات التانية بس طبعا. او الفهم العام للعلاقات وكل الكلام دوت برضو من الحاجات اللي هي بتبقى الطفل بيبقى مش. وساعات الام بتبقى بتقول لي مثلا انا مش فاهمه هو فاهمني ولا مش فاهمني، يعني ومش فاهمه هو فاهم ولا لا. فطبعا ديت لانه مش بيبص لها اصلا، مش بيبص لها ومش عارف يتواصل معاها ومش عارف هو رايح فين ولا بس. وهو بيبقى مثلا عايز يلعب بطريقه معينه وهي مش فاهمه طريقه اللعب دي. يعني هي مثلا يبقى يعني الام مثلا ممكن تيجي تقول لي هو بيرص اللعب، فانا بقول له تعالى انا هلعب معاك مش عارفه ايه، فاول ما تغير مكان اللعبه يقوم رامي لها اللعب كلها ويقوم بس. فطبعا دي الام بتبقى هي مش فاهمه بالظبط اللي بيحصل، بس هو نفسه غصب عنه بيبقى عايز الحاجه بطريقه معينه. انا لما الحاجه دي بتتغير بطريقتها انا بشكل عصبي يعني. طب احنا في الطفل اللي قدر الله اللي عنده توحد ربنا يا رب يعني يشفيه، بيبقى محتاج ل3 مراحل: المرحله السلوكيه، المرحله الوظيفيه، المرحله كمان العلاجيه بقى اللي ياخد علاج. ايه العلاج اللي بياخده عشان نعدي مرحله او نوقف مرحله عند ما تزيدش؟ تعالي ننتقل لمرحله اخرى. نبتدي من الاول خالص. هو احنا زي ما بقول لحضرتك كده، احنا الطفل بيجي لنا بنعمله تقييم بس بنشوف هو متاخر في ايه. وفي الاغلب بيبقى عندي مشكله في التواصل اللفظي والغير لفظي. فانا اللفظي مثلا دوت ان انا الكلام نفسه بس، فانا بيبقى محتاج تخاطب بس. والتخاطب بيبقى معاه تعديل سلوك في وسط الجلسه. الوظيفي برضه نفس الكلام، لو هو متاخر في الحاجات اللي هي مثلا كل حاجه بقى ليها دعوه بالمهارات الوظيفيه والحاجات الحسيه ديت برضو بياخد جلسات ليها بس. ممكن يبقى المهارات نفسها كلها اللي هي مثلا التركيز وطبعا التركيز السمعي بيبقى اكتر، بتبقى متاثر اكتر، دوت برضو بيبقى محتاج جلسات. دي حاجه لازم نبتدي بيها في الاول خالص بس. الطفل دوت لازم يبقى بيلعب رياضه عشان يطلع الطاقه برضو بتاعته. وطبعا احنا الرياضه دايما بننصح الاول ان الرياضه تبقى بيبقى الاول لوحده عشان يتعود ان هو على النمط بتاع التمرين، وفي نفس الوقت عشان يبتدي يتعود ان هو بياخد اوردر معين وبيقوم بينفذه بس. ودوت مهم كمان عشان الطفل نفسه يهدى. بعد كده هو بنيجي بقى نتكلم بقى على لو احتاج بعد كده ان احنا نتكلم على الادويه او كده. ودوت اللي هو الطبيب النفسي هو اللي بيكتبها. بالظبط، الطبيب النفسي هو اللي بيكتبها وبيكتب مثلا ادويه عشان تزود مثلا التركيز، بتقلل الحركه الزياده، كل الكلام دوت. ممكن ساعتها بقى نبتدي نشوفه لو الحاجات التانية اللي في الاول ديت يعني احنا خلاص
وصلنا لها. وفي ساعات بيبقى طبعا اطفال بيبقى الدرجه بتبقى شديده جدا، بتبقى الحركه كتيره جدا، بيبقى طبعا بيبقى في خوف عليهم، مثلا ممكن مثلا مره واحده يفتح الباب ويجري، ممكن ينط من الشباك، ينط من البلكونه. الادراك بتاع الخطر ده بيبقى قليل بالظبط. بس فاحنا بنحتاج ان ساعات بيحتاج ممكن يبقى بيحتاج او حاجه تقلل الحركه دي شويه بالظبط. طب دكتوره اميره، يعني الامل دايما قائم لانه طبعا كل شيء بيد الله، لكن الامهات بتعمل اللي عليها. فكلمينا، هل المراحل اللي بتمر بيها الام عشان تستوعب الصدمه وتتعايش مع الموقف، ولان في امهات عيالهم دلوقتي في ال 25 وعشرينات بيكونوا مختلفين عن الامهات اللي لسه اول مره بياخدوا الصدمه دي، وهل احلامهم في المستقبل لهذه الاولاد عامل ازاي؟ ما هو تاني هو بيختلف من طفل لطفل طبعا. احنا يعني الطفل اللي عنده توحد بدرجه خفيفه دوت ممكن يخش المدرسه، بيخش مدرسه وممكن يوصلوا لغايه الجامعه. بيبقى في صعوبات في حاجات معينه، بس ممكن نوصل لمرحله ان احنا نقدر نشتغل ونقدر بنسبه نعم. نسبه قد ايه؟ 60 مثلا؟ يعني ممكن يعني ممكن يبقى بس الشغل يبقى في حته مكان يبقى المكان متفهم الموضوع، مش قادر يعني هو ممكن كمان يشتغل؟ ممكن طبعا يشتغل، بس هو لازم طبعا احنا برضو تاني المكان لازم يبقى مهيأ لده للاعاقه دي بالظبط. تمام. عشان برضو في حاجات طبعا بتبقى اجتماعيه هو ممكن ما يبقاش فاهمها، يعني حاجات اللي هي فيها روتين شويه او شغل فيه روتين شويه او شغل على المكتب شويه، ده بالنسبه له هيبقى انسب طبعا من حاجات تانية. في الطفل بقى اللي هو بيبقى درجه متوسط وشديد، بيبقى على حسب بقى، بيبقى طبعا انا بوصل لدرجه معينه ان انا ببقى مثلا خلاص انا عايزه ان انا اخليه يبتدي بس مجرد ان هو بيعتمد على نفسه، وان هو يقدر مثلا يستحمى لوحده او يعمل اكله لوحده، يعتمد على نفسه بكل ممكن يقدر يقعد مثلا في النادي ويشرب حاجه مثلا لوحده او كده، او يروح يعني للنادي لوحده يعني يعني في سن كده يروح النادي لوحده عشان او يشتري حاجه يشتري حاجه حتى لوحده عشان يوفر مجهود على الام ويبقى الحياه بالنسبه له يعني قريبه شويه من حياه انسان يقدر يعني يتعايش في المجتمع يعني. بس وفي اطفال طبعا بتحتاج دايما مساعده، خلاص حتى لما يوصل ل 20 وفوق ال 25 بيبقى محتاج دايما مساعده، لازم حد معاه، ممكن يتوه، ممكن يبعد يعني وما يقدرش يتعايش لوحده. دكتور اميره، اتذكر انه تقريبا بنت الفنان الكبير عمرو دياب والفنانه شيرين هي قالت ان هو هي عندها اول درجه من التوحد، وهي ما شاء الله ده تمام وبتعمل اعلانات وبتسافر بره ودرست، فبرضه ده لتيقظ الام لانها ادركت في لحظه معينه ان بنتها محتاجه دعم نفسي ومادي وكل حاجه. فحضرتك كلمينا عن ده برضه، لانه ده مثل بالنسبه لنا، لان دي درجه من الدرجات. اتفضلي. ما هو عندها هيزنبرج تقريبا. هيزنبرج تقريبا لا حضرتك يمكن تقولي اسبرجرز، ما اعرفش يعني. هو اسبرجرز دوت هو الاسبرجرز دوت هو دوت دوت درجه اللي هي ما يعادل الدرجه الخفيفه من التوحد. ما هي تمام بالظبط. ودوت يعني برضو تاني هو دوت احنا ممكن زي ما بقول لحضرتك هو الدرجه الخفيفه ديت احنا ممكن نخش مدرسه وممكن خلاص لما بناخد الخدمات المناسبه ليها بالظبط. انا ممكن اوصل لمرحله خلاص ان انا بقدر اتعايش وبقدر اسافر واعمل كل حاجه، يعني خلاص انا ممكن اقدر بقى يعني ما هي المثل قدامنا بنقول المثل ده ليه؟ طبعا لانه الامهات برضو محتاجه دعم وامل في الله انه يبقوا تمام ويبقوا شبه اسوياء. فانا اعتقد ان يعني الحاله دي حاله مشرفه وجميله، والامهات تحطها كده قدامها وتبقى مستشرقه في الله وفي المستقبل خير يعني. فحضرتك طيب يعني انهي اكتر بيصاب بالتوحد، البنات ولا الاولاد؟ يعني بصي هو اللي انا بنشوفه الولاد بيبقى اكتر او نسبه الولاد اكتر، بس البنات يعني لما بيبقى موجود بيبقى الدرجه بتبقى اشد شويه يعني. بس درجه الولاد بتبقى يعني او كم الولاد اللي بتيجي بتوحد بتبقى اكتر يعني. بس يعني دلوقتي هي النسبه عماله بتزيد، يعني مش قادره اقول حتى يعني هي لا بقى دلوقتي في اكتر يعني بنشوفهم اكتر وبيجي يعني، ويمكن طب الوعي الاهالي برضه ولا دول اوروبا اكتر يعني. انا اعتقد انه المرض ده مش كانش عندنا يعني بكامل العدد ده، انما اعتقد انا سمعت انه او قريت انه كتير قوي في اوروبا. هو في العالم كله هو النسبه بتزيد، حتى هنا هو العالم كله النسبه بتزيد. يعني انا بقول لحضرتك
يعني من دلوقتي من 10 سنين فاتوا لا غير يعني الدنيا بتزيد يعني. بس يعني يمكن طب برضو والبحث جزء منها العلمي الوعي بتاع الاهالي كمان اتغير. زاد، ومتطلبات المدارس برضو زادت، كل حاجه تمام. زادت يعني. تمام. حابه اتكلم معاك يا دكتوره اميره، يمكن ده سؤالنا الاخير. يعني الام اللي اصيبت او اتصدمت في اول عيل او اول طفل فجابت التاني، ففي نفس المرحله، يعني كلميني عن الام دي ازاي بتاهلوها لاستقبال الصدمات دي، عشان ما يعني الام دي حاجه مهمه جدا للاطفال، يعني فازاي تبقى هي سويه نفسيا عشان تربي الاولاد دي بالحالات دي. بصي احنا دايما يعني هي الام دي يعني بتعاني. بتبقى قويه جدا يعني الصراحه كده كده يعني. هي بتبقى يعني، بس هي بتبقى المرحله الاولانيه اصعب مرحله طبعا، ان انا ابتدي اتقبل الموضوع واتقبل التشخيص نفسه. وفي امهات ساعات بتبقى يعني خلاص احنا يعني بنوصل المرحله اللي انا بقولها نتعامل مع الدنيا، وان احنا نحسن الدنيا على قد ما نقدر، ونحسن مهارات الطفل على قد ما نقدر، ونسيب الباقي على ربنا يعني. بس فهي بتبقى كده هوت يعني، هي خلاص بتنزل وبتودي جلسات وبتحاول تنمي المهارات وكده بس، وحاطه التشخيص في بالها، بس برضه هي بتشتغل على المهارات وخلاص يعني. مش بتفكر قوي، او انا بقول لها ما تفكريش قوي في التشخيص على قد ما احنا بنفكر في الطفل، وان احنا عايزين نحسن وعايزين نعمل كذا، وعندنا اهداف ونعدي المرحله بس وهنشتغل على كذا حاجه نعدي المرحله بالظبط. طيب. وبعد كده بقى والعلم بيقول ايه دكتوره اميره؟ يعني انا سمعنا طبعا انه في علاج قريبه للكانسر من روسيا والصين، وسمعنا ايضا ان في علاج للسكر نهائيا بزرع الخلايا الجذعيه، فهل ان شاء الله ممكن نصحى كده من النوم نلاقي انه في معجزه علميه حصلت مش بصي، هي في ادويه، الخلل الجيني اللي حصل في في ادويه كتير بتطلع، وفي ادويه كتير وكل شويه يقولوا في حاجه، طب دي مش عارفه ايه، وفي اهالي بتجرب وبتقولي لا هو اتغير تماما وتحول تمام، بس لغايه دلوقتي ما فيش حاجه. مفيش حاجه مثبته. ممكن يلاقوا يعني ما ممكن. دكتوره اميره صفوه، دراسات الطفوله في صحه الطفل والاعاقات، شكرا جزيلا كنت معنا في لايف ستايل. شكرا ميرسي. الشكر ايضا موصول لحضراتكم، انتظرونا الاسبوع القادم. حتى حين هذا اللقاء لكم ارق الامنيات.